هاد القصة ديال بنت سميتها إليزا لام، واللي آخر لحظة في حياتها تسجلات في كاميرا ديال المراقبة. كاميرا ديال المراقبة كانت خدامة، لاسانسور كان خاوي، وإليسا لام كانت بوحدها. ولكن في هاد الفيديو كتبان كتهضر بحال خايفة، بحال كتهرب من شي حد، ولكن في الكاميرا ما كيبان حتى شي حد معاها. ومن بعد غير شي سوايع غبر ليها الآثار، ومن بعد أيام لقاوها في واحد البلاصة اللي مستحيل توصل ليها بوحدها. ولكن السؤال الحقيقي، كيفاش وصلت تما؟ شكون خلاها؟ وعلاش آخر فيديو ليها كيخلي حتى البوليس حاير حتى لدابا بدون أجوبة؟ نتعرفوا شوية على إليسا لام. إليسا لام تزادت في كندا في مدينة فانكوفر في واحد العائلة بسيطة ولكن مستقرة. الوالدين ديالها جاو من هونغ كونغ، وكان الهدف ديالهم بسيط، يعطيو لبناتهم حياة أحسن. إليسا كانت كتعيش حياة هادئة، ماشي من النوع اللي كيبان بزاف، بل بالعكس كانت كتفضل تبقى في العالم ديالها. كانت كتقرا علم النفس، وهاد الحاجة ما كانتش صدفة، حيت كانت مهتمة بزاف فهم الإنسان، خصوصا نفسها. كان كيعجبها تقرا الكتب ديال أروكي موراكامي، القصص اللي فيها الغموض والوحدة والعوالم الداخلية. وكان عندها بلوغ هو فين كانت كتكتب الأفكار ديالها، مرات بفرح ومرات بحزن كبير. بعض المرات كانت كتكتب وكتقول باللي كتحس براسها ضيعة، كتبغي تكون قوية ولكن ما كتقدرش. إليسا ما كانتش كتعيش حياة طبيعية 100%، كانت كتعاني من المرض ديال ثنائي القطب. هاد المرض ماشي سهل، كيخلي الإنسان يعيش جوج ديال الحالات، مرة كتكون عندها طاقة زايدة، أفكار بزاف، ثقة كبيرة، ومرة كيجيها اكتئاب وخوف وعزلة، وفي بعض الحالات كيقدر يوصل حتى للهلوسة. في سنة 2013 إليسا قررت دير واحد الرحلة بوحدها باش تكتشف، وخاصة تكتشف نفسها. قررت دير رحلة لأمريكا، وماشي غير سياحة، ولكن كانت محاولة تهرب من الضغط وتلقى شوية ديال الراحة. مشات لعدة مدن، وكانت كتعيط لعائلتها كل نهار تقريبا. كل شي كان عادي حتى وصلت الفندق في مدينة لوس أنجلوس سميتو سيسي لوتيل. هاد الفندق تبنى في العشرينات، وكان في الأول أوتيل فاخر، ومع الوقت بدا الفندق كيتربط بأحداث غريبة، انتحارات، جرائم قتل، ناس اختفاو، حتى أنه كان ساكن فيه واحد القاتل متسلسل اللي كان سميتو ريشارد راميريز. كاينين الناس اللي قالوا بأنه في هذاك الأوتيل كانوا كيسمعوا خطوات في الليل، أصوات غريبة، وأبواب كتحل بوحدها، حتى أنه بعض الناس اللي كانوا كيخدموا فيه ومن بعد دغيا كيخرجوا كيقولوا باللي الجو في هذاك الأوتيل كان ثقيل بزاف، بحال كيحسوا بشي حاجة كتكون معاهم. في الأيام الأولى إليسا كانت في غرفة مع بنات وحدين أخرين، ولكن هذاك البنات بداو كيتشكاو منها وقالوا أنها كتهضر بوحدها، كتضحك شي مرات بلا سبب، وكانت كتخلي أوراق فيها شي كلام غير مفهوم. هاد الشي خلى إدارة الفندق تنقلها لواحد الغرفة بوحدها، ومن هنا القصة بدات كتمشي في طريق غريب. نهار 31 يناير إليسا خرجت عادي تضرب دورة، مشات تتمشى، ومن بعد دازت للمكتبة. البائع اللي في المكتبة قال باللي تلاقى بها كانت طبيعية مبتسمة، وكانت كتفكر في الهدايا للعائلة ديالها. شرات شي كتب وشرات شي أقراص ديال الموسيقى باش تديهم لعائلتها. ولكن في داك الليلة كل شي تسالى. من بعد أيام العائلة ديال إليسا ما بقى عندهم حتى شي خبر عليها. تواصلوا مع الشرطة، والشرطة دخلت وقلبت عليها ودارت تحقيق، وما لقاو حتى شي أثر عليها. ومن بعد شي ايامات قليله كتبان واحد لا فيديو ديال الكاميرا ديال لاسانسور، كتبان فيه إليسا داخله وكتضغط على بزاف ديال لي بوطون ديال لاسانسور بحال بغات يوقف في كل طبق. بقات كتتسنى ولكن لاسانسور ما كانش كيتحرك. خرجات طلعت برا، من بعد رجعات، مشات للقنت ديال لاسانسور، تخبات بحال كانت كتخبى من شي حد. الحركات ديالها كانت غريبة، ويديها كانت كتحرك بطريقة ما مفهوماش، بحال إلا كانت كتهضر مع شي حد
أو كتحاول تبعد شي حاجة عليها، ولكن ما كان حتى شي واحد معاها في لاسانسور. ومن بعد هاد اللحظة إليسا اختفت وما بقاتش بانت في حتى كاميرا واحدة أخرى، وحتى واحد ما عاود شافها. البحث بدا ولكن ما كان حتى شي أثر. من بعد 18 يوم على الاختفاء ديالها، الزبناء ديال لوطيل بداو كيتشكاو للإدارة وتيقولوا لهم باللي راه الماء ماشي زوين، اللون ديالو غريب والريحة ديالو خايبة. وهنايا الإدارة صفطات واحد العامل ديالها يطلع للسطح ويقلب في لي سيتيرن ديال الماء شنو كاين. هنايا العامل ملي كيحل الغطاء ديال السيتيرنا كيلقى جثة كطفو فوق الماء. الجثة كانت ديال إليسا. لقاوها وسط السيتيرنا ديال الماء بلا حوايج، والحوايج ديالها حداها، والتليفون ديالها ما بانلوش الاثار، ما كاين حتى شي اثر ديال العنف. من بعد ما تلقات الجثه ديال إيلي سلام، البوليس في مدينه لوس أنجلوس بدا تحقيق رسمي. اول حاجه داروها هي انهم رجعوا لجميع الكاميرات ديال الفندق، ولكن الغريب ما كان حتى فيديو كيبان فيه إليسا طالعه للسطح. يعني اخر مره تشافت فيها كانت غير في داك لاسانسور. ومن هنا كيبدا اللغز الحقيقي. ومن بعد داروا تفتيش كامل للوطيل، طوابق، الممرات، السلالم وحتى السطح، وقالوا ان الباب ديال السطح فيه نظام انذار. هذاك لالاغم الى تحل خاصو يعطي سينيال، ولكن ما تسجل حتى سينيال في هذاك الوقت فاش طلعات إليسا للسطح. وهاد النقطه خلات بزاف ديال الناس يشكوا باللي كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. من بعد جا الدور ديال التشريح الطبي. الاطباء داروا لوتوبسي كامله باش يعرفوا شنو السبب الحقيقي للوفاه، والنتيجه الرسميه كانت غرق عرضي، ولكن التفاصيل ما كانتش بسيطه. اول ملاحظه، الجسم ديال إليسا ما فيه حتى شي اثر ديال العنف، لا جروح لا ضرب لا مقاومه. وثاني ملاحظة، ما كان حتى أثر ديال الكحول ولا المخدرات الخطيرة في الجسم ديالها، غير أثار ضعيفة ديال الأدوية اللي كانت كتاخد ديال مرض ثنائي القطب ديال المرض ديالها، ولكن النسبة ما كانتش مستقرة. بعض الأدوية كانت ناقصة وبعضها كانت زايدة بزاف. هذا الشيء خلى الأطباء يقولوا ممكن تكون ما خداتش الدواء ديالها بطريقة منتظمة، ويقدر هذا الشيء يكون دخلها في حالة ديال الهلوسة النفسية اللي ما كانتش مزيانة. ثالث نقطة اللي كانت مهمة بزاف، الأطباء قالوا أنها كانت حية فاش دخلت للخزان، يعني ما ماتتش قبل. تفصيلة كتطرح سؤال كبير، كيفاش دخلات وهي واعية للسيتيرنا ديال الماء؟ ورابع نقطة، ما كان حتى شي دليل على اعتداء جنسي. هاد الشي كيحيد واحد الاحتمال ولكن ما كيحلش اللغز كامل. ومن بعد سد الملف رسميا، حادث عرضي. واش فعلا كل شي واضح؟ كيفاش قدرت إليسا طلع لهاد السيتيرنا وتحل هذاك الغطاء وتدخل وتسدو؟ شي حاجة اللي هي غريبة جدا. الباب اللي كيدي للسطح ديال لوطيل كانت فيه لالاغم. كيفاش لالاغم ما صوناتش ملي طلعت إليسا للسطح؟ واش إليسا كانت مع شي حد ولا شي حد دخلها ولا دخلت من شي طريق واحدة أخرى؟ حيت الا رجعنا للتفاصيل، ما كان حتى فيديو ديالها في السطح، الباب فيه لالاغم وما خدمش، الغطاء ثقيل وما يمكنش تكون سداتو من الداخل بسهوله. هاد التناقضات خلات بزاف ديال الناس ما يقتنعوش بالوفاه ديال إيلي سلام. بعض المحققين قالوا يمكن إليسا كانت في حاله نفسيه صعيبه وطلعت بوحدها بلا وعي كامل، ولكن حتى هاد الفرضيه ما كتجاوبش على كل شيء. وفي الأخير القضية تسدات، ولكن الأسئلة بقات محلولة. واش كان غير حادث ولا شي حاجة أخرى ما تبغاتش تبان؟ بزاف ديال الناس ومحققين كانوا مهتمين بالقضية ديال إيلي سلام، كانوا كيقولوا باللي كاينة شي حاجة اللي هي غريبة وماشي طبيعية وماشي عادية، وكانوا كيقولوا باللي ممكن يكون شي حاجة اللي ما كتشافش هي اللي دارت ليها هاد الشي كامل. الفيديو اللي ولا فيغال بزاف وكل شي كان كيهضر عليه، كيفاش ضغطات إليسا على بزاف لي بوطون، علاش لاسانسور ما بغاش يتحرك، علاش كانت كتخرج وكترجع، بزاف ديال الأسئلة. بعض الناس قالوا باللي كانت كتحاول تخلي لاسانسور يبقى محلول وبحيلة أنها كتهرب من شي حد في شي إيطاج واحد آخر،
وزيد أنه الحركات ديال يديها كانت غريبة، بحال إلا كتهضر مع شي واحد أو كتحاول تفسر شي حاجة. واش كانت بوحدها ولا كان معاها شي حد؟